5 فان فاكتس ما كنتش تعرفه في الكمبيوتر ساينس الجزء الثامن. في ثيري موجوده اسمها الدات انترنت ثيري. الثيري دي بتقترح ان حوالي 90% من الداتا الموجوده على الانترنت معموله باي اي وبوتس، ودلوقتي احنا غالبا رايحين للاتجاه ده. اول ويب سايت اتعمل في العالم لسه اونلاين لغايه دلوقتي وده اسمه، وهو بيوصف البروجكت بتاع الورلد وايد ويب اللي هو الدبليو دبليو ده. في كمبيوتر دلوقتي شغال الاستورج بتاعته عباره عن دي ان اي. الدي ان اي بيعملوا ستور فيه للداتا، وكمان بيعملوا كومبيوتيشن او بيعملوا عمليات على الداتا اللي موجوده في الدي ان اي ده. والاستورج دي تعتبر اكبر بملايين المرات من الاستورجز اللي موجوده عندنا دلوقتي. حوالي 90% من الداتا الموجوده دلوقتي معموله في اخر سنتين بس. احنا دلوقتي بقينا كل يوم بنعمل حوالي 328 تيرا بايت من الداتا. بج حصلت في التاريخ كلفت 300 مليار دولار. والبج دي كانت عباره عن ايه؟ زمان عشان كان الاستورج قليله جدا كانوا بيحاولوا يخلوا الموضوع افيشنت على قد ما يقدروا، فكانوا بيستوروا اليير اوف بيرث. يعني مثلا لو انا مولود سنه 2002 وده حقيقي، بيعملوا ستور او بيسيفوها في رقمين بس، اخر رقمين. يعني لو 2002 هيبقى 02، لو 1960 هيبقى 60. والموضوع ده كان شغال كويس جدا لغايه 1999. لكن اللي حصل بقى ان لما جه سنه 2000 بقت ايه؟ اخر رقمين 00. فبعض الكمبيوترز بقت بتنتربريت الموضوع ده على اساس ان هو 1900 مش سنه 2000، ان هو بيستور اخر رقمين بس. ف 00 دي بالنسبه لهم مش واضحه دي 2000 ولا 1900. ده عمل مشكله كبيره جدا في كل السيستمز الموجوده في العالم. تخيل لو انت مولود 1930 فانت بالنسبه له في سنه 2000 انت بالنسبه لك نيجاتيف 30 عمرك، لان انت 2000 دي بالنسبه له 1900، لكن انت مولود 1930 فهو بيتلخبط. وفي سنه 2000 بالنسبه له انت عمرك نيجاتيف 30. فالموضوع ده عمل مشكله كبيره جدا، واضطروا يصرفوا حوالي 300 مليار دولار عشان يحلوا المشكله دي.